مرحبا، كيفكن؟ اليوم وصفتنا سهلة وبسيطة كتير، هي الفول المقلى. رح سويها بطريقة مبسطة وبمكونات متوفرة بكل بيت. عندي كيلو فول أخضر مفرز، وفينا نستخدم الفريش، طبعا الفريش أحسن بس أنا ما متوفر عندي. بشغل النار على نار وسط، وبضيف زيت الزيتون تقريبا نص كاسة، وبعدها بدي أضيف 12 سنتوم مقطع ناعم، وبدي أحط معهم معلقة ملح، بحركهم شوي منيح، وبعدها بدي أضيف الفول، بكون هون قويت النار، وبضلني عم بحركهم تقريبا 5 دقايق. وبعدها بدي أضيف معلقة سكر، طبعا بحط سكر لحتى يضل لون الفول أخضر، ومثل ما بتعرفوا إنه السكر بنحطه للبقوليات لحتى يضل يحافظ على لون الخضار، نحطهم على البازيلا، على الفول، على الفاصوليا. وهيك هون بعد 5 دقايق بدي أضيف عليهم كوب مي فاترة، يعني لا باردة ولا سخنة، فاترة، وبحركهم شوي، وبدي أغطيه لحتى يستوي مع الفول. هون الفول صار جاهز معي. هلأ بدي أضيف الكزبرة. طبعا الكزبرة فيكن، أنا حاطة هون كزبرة مجمدة، طبعا فيكن تستخدموا فريش، أنا ما كان متوفر عندي الفريش، حطيت المجمدة. وهيك تقريبا بنضل حركات شي 5 دقايق. لو بتشموا ريحة الكزبرة الخضراء مع الثوم ريحة بتشهي القلب. وهيك بعد 5 دقايق بيكون صار المقلى جاهز. أنا قدمت معه اللبن والبصل الأخضر والفجل لسه، والأطيب منه هو الطرخوم. إذا بتلاقوا بتطلع الأكلة بتجنن. بتمنى تجربوها، وأكيد رح تحبوها. ولا تنسوا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وصحتين وألف هنا.